في زلزال من شويه في مصر، بجد الموضوع من اكتر التجارب المرعبه يا جماعه. انا لسه برعش من موقف. المشكله مش هنا، المشكله في العبث اللي حصل. يعني اكيد كل واحد ليه قصه وقت الزلزال. انا قاعد عادي بكلم خطيبتي، بنتناقش في الحياه، هنعمل ايه في حياتنا. فجاه لقيتها بتقول لي: عبد الرحمن، انا حاسه ان البيت بيتهز. فانا بقول لها: ايه دي؟ مفيش حاجه، الدنيا بسيطه عادي. هي ساكنه في القاهره وانا ساكن في الشرقيه. اوكي. فتقريبا الزلزال ما كانش لسه وصل لي. المهم انا بكلمها بقول لها: يا بنتي هدي نفسك، مفيش. لقيتها بترعى بالصوت. وفي لحظه ما هي بترعى بالصوت، انا لقيت نفسي كنت على حرف السرير. كان الزلزال وصل الشرقيه. يعني اول ما وصل فجاه انا بحاول اهديها وبقول لها، يعني فاكرها مجنونه، اللي هو ايه يا عم شغل العفاريت ده. فجاه لقيتني على الارض. كنت على السرير لقيتني على الارض. الزلزال وصل الشرقيه. فاهمين؟ قمت وانا في المكالمه بقول لها: زلزال زلزال. لقيت الخط قفل، برن عليها تاني لقيتها مغلق. قلت: زلزال مش اعصار يعني، ايه اللي اغلق التليفون ده؟ فرعب بقى، رعب. طلعت اجري في البيت في الصاله: يا جماعه في زلزال. وكله قاعد بيضحك. ما اعرفش انتوا بتضحكوا على ايه. بس اتيتيود بقى مصريين بقى، بناخد كل حاجه بضحك مع ان هي كارثه طبيعيه. زلزال المفروض نجري دلوقتي. الحمد لله ربنا ستر. يعني كانت فتره وجيزه بس كانت فتره مرعبه. وبس. وشاركوني كنتوا بتعملوا ايه وقت الزلزال.